الأشياء التي يجب عليك تجنبها لتفادي مشاكل الدورة الشهرية. لا تنسى دعم القناة لتستمر بالضغط على الاشتراك باللون الأحمر تحت الفيديو ووضع لايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائك. بعد الاشتراك اضغط هنا على الجرس تحت الفيديو، ثم ضع علامة هنا جنب إرسال جميع الإشعارات بشأن هذه القناة، ثم اضغط على حفظ حتى تتوصل بجميع الفيديوهات المميزة. من أجل تجنب آلام الحيض المعتادة هناك بعض الأمور التي يجب عليك معرفتها. في هذا الفيديو تجدين بعض التدابير الاحترازية التي تساعدك على تخطي مشاكل الدورة الشهرية. حمام الماء البارد. إذا كنت في فترة حيض يجب ألا تقعي في خطأ أخذ حمام بالماء البارد، لأنه سوف يزيد من تفاقم الألم. من المستحسن دائما أخذ حمام بالماء الدافئ، كما أن وضع كيس الماء الساخن على البطن يساعد على تخفيف الألم والتشنجات. أخذ المسكنات لتخفيف الألم. إذا كنت تشعرين بآلام مبرحة أثناء دورتك الشهرية فلا تقعي في خطأ أخذ أقراص مسكنة، لأن هذا يسبب زيادة النزيف. الأطعمة غير الصحية. الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والتي تفتقر إلى الألياف عليك أن تتجنبيها تماما، لأنها سوف تؤدي إلى مزيد من الانتفاخ في المعدة وتسبب لك المزيد من عدم الارتياح أثناء الحيض. المشروبات الكثيرة السكر. كل المشروبات الغنية بالكافيين والسكر الاصطناعي وسكر الفواكه والمواد الحافظة الأخرى يجب تجنبها تماما إذا كنت حائضا، لأنها تسبب الانتفاخ في المعدة وعدم الارتياح. الأطعمة المالحة. من المهم تجنب الأغذية الكثيرة الملوحة إذا كنت في دورتك الشهرية، فهذه الأطعمة مثلها مثل الأطعمة والمشروبات الكثيرة السكر تسبب الانتفاخ في المعدة وتشعرك بعدم الراحة والكسل. التوتر والإجهاد. من أكثر العوامل التي تؤثر على النساء في فترات الحيض التوتر والإجهاد، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الراحة العقلية والنفسية تخفف من آثار الدورة المزعجة، لذلك يجب على النساء إبعاد أنفسهن عن الإجهاد خلال فترات الدورة، ويمكن لتمارين الاسترخاء أن تساعدهن في ذلك. طريقة بسيطة لتخفيف الألم. من أفضل الوصفات لتخفيف الألم أثناء نزول الدورة الشهرية هي أخذ 3 ورقات ميرامية ونضيف عليها كأس كبير ماء مغلي، يترك يرتاح 10 دقائق ثم يشرب يوميا لمدة 5 أيام التي تسبق نزول الدورة، ثم نتوقف عن شربه. نأمل حقا أن يكون هذا الفيديو قد أفادك. لا تنسى مشاركته مع أصدقائك.